أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب ما جاء في فضل الدهور. هذا متكن باب ما حديث أي أبابها حديث كاسو جاء كيمد في فضل الطهور، أي في فضل التدهور. طهارة قاد الشدو فضل إلى هاي حديث كيمد أي أبابية. والظهور كهذا ضاد إن لقده وسداس وهذا سدا ونوع شغلة في فضل الطهور. ظهور iyo الظهور inta badan culimadu way kala farqiyaan. oo dhuhur markii la yiraahdo waa ficilka qofka uu sameeyo dahaar qaadashadiisu. hadii daada la kordhigo oo dhuhur la yiraahana waa biyaha lagu dahaar qaadanayo. biyaha naftooda ayaa dhuhur la yiraahdo markii daada la kordhigo. sharaxuna uu ku ishaari bidammi taa'i daada la kudo. baabu ma jaa fi fadl الظهور. وقد تقدم قول أكثر أهل اللغة أنه يقال الظهور بالضم إذا أريد به الفعل. حديث فعل كقفك والسمين يقول لك لجهد والدعوة ولا جدي سيد بدن علماء اللغات الأساسية. ويقال بالفتح حكلوا الإعراب دعوة إن لكردوا الظهور إذا أريد به الماء والمراد هنا الفعل. وهذا ولجهد لقلي هي وفعل كقفك والسمين يوم دهارة قادشة التدهور. إن قفك الدهارة قاته فضلك ونبينا نوجه الشيخ صلى الله وسلم وبارك عليه. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: حدثنا إسحاق بن موسى الأنساري ثقة متقن. وأن ثقاءه متقن لوك السوية الأنساري هدي يهي نقضه شيخ الترمذي. شيخ الترمذي إسحاق الأنساري هدي الرأسية أرجاس نسبة أنساري وشيخا بالغ لجهدا. وأنا قاعد إن بدن كتاب كنا وصل الله وندنت إسحاق الأنساري لوضع سدي الرأسية. أبو عيسى الترمذي وحول لجهدا شيخا لجهدا إسحاق بن موسى الأنساري الخطمي المديني الفقيه الحافظ الثقة الثبت. أبو موسى قاضي نيسابور هاجري سمع سفيان بن عيينة وعبد السلام بن حرب ومعنى بن عيسى وكان من أئمة الحديث صاحب السنة. ذكره أبو حاتم فأضنب وحكحل الإرادة في الثناء عليه إنه أمانه. وقال النسائي ثقة حدث عنه مسلم والترمذي والنسائي وآخرون. والمدى صرنا وحكوريي. قيل إنه توفي بجوسية بليدة من أعمال حمص في سنة 44 و200. سنة كاس أي شيخ دنتي لو بقول فرتن يا أفرتي وكل دنتي قرية مركز ليرا جوسية وكل دنت. كذا في تذكرة الحفاظ. وقال في التقريب ثقة متقن حافظ كساس تقريب وكبر. فائدة: قال الحافظ الذهبي في الميزان والحكير إذا قال الترمذي ابن الأنساري. ترمذي هدويرا ابنه إن كستو ابنه أنا وصل نقول جريمب الأنساري بسوا متون هذا أنا هنا ابن نقول جر الأنساري. إذا قال الترمذي ابن الأنساري فيعني به إسحاق بن موسى الأنساري. ساس وجهه انتهى. قلت حليه الأمر كما قال الذهبي وسيد أرنك الذهبي والشاغر. لكن يقول الترمذي الأنساري لابن الأنساري ما استعماله. ابن نقاس ما استعماله لك الشيخ الأنساري استعماله الترمذي. كما قال في باب ماء البحر أنه طهور. حدثنا قتيبة عن مالك حاء وحدثنا الأنساري ساسو كلو استعماله. حدثنا الأنساري قال حدثنا معن إلى آخره. وكما قال في باب التغليس بالفجر حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس حاء قال وحدثنا الأنساري. مركا رياضة سدا ركتت شيخا بالغ جيدا شيخنا لغلا جيدا. قال حدثنا معن إلى آخره. ثم قال وحيري الذهبي قال الأنساري. ثم قال وحيري ترمذي قال الأنساري فتمر النساء متلفعات بمرودهن إلى آخره. فالحاصل ورك حاصل في سوحية أن الترمذي إذا قال في شيوخه الأنساري هدو شيوخ دي سكويرة فيعني به إسحاق بن موسى الأنساري لا غير شيخ لا مجهد
فاحفظ هذا فإنه نافع قاعدة وكو أنفع دون تاهي حفظ أنساري شيخ الترمذي بهدو يهي شيخا أنبالغ لجيدا إسحاق بن موسى الأنساري الثقة المتقن تنبيه براروجين قد غفل صاحب الطيب الشدي كتابك اللي راه طيب الشدي شيخ إسكاله وحوها المامي عما ذكرنا آنفا قاعدة قرد وأنصار شيخنه المامي من أن الترمذي إذا يقول الأنساري هدويرا فيعني به أنه يلجد إسحاق بن موسى الأنساري فلذلك قد وقع في مغلدة عظيمة قف وين كل وهي مغلدة سحيت أنه قال إنه يري في باب ماء البحر أنه ظهور ما هذا الوير هذا الكاس واللفظ وياه قوله الأنساري هو يحيى بن سعيد الأنساري ولجده وأنساري هدوير هو يحيى بن سعيد الأنساري كما يظهر السيدة كم وقنا يوري من تصريح الحافظ في التلخيص وحسود الدليل شدي حافظك تلخيص كفو عديور كما سيأتي في تصحيح الحديث انتهى قلت حالي العجب أنه مع هذه الغفلة الشديدة كيف جوز سوء بنيي أن الأنساري هو يحيى بن سعيد الأنساري إنه يحيى بن سعيد الأنساري رسول كتب ترى كسر مرجرني وبتابعي قال لي مدينة وها شيخ الترمذي ما بنقون كربا ما نقون كرب شيخ الترمذي والأنساري هو والأنساري هذا هو شيخ الترمذي وأنساري قال الله فإنه قال وحور الترمذي حدثنا الأنساري ويحيى بن سعيد الأنساري من صغار التابعين وبكمده فبين الترمذي وبينه يحيى بن سعيد الأنساري لحدودا مفاوز بهجوية ودحيس يعني الزمن دير ودحي ولجدا بهجوية دول بهجويها ودحيس يعني السنوات طويلة عديدة ومديدة انتهى سنة ودحيس سبب سو قارب تنقطع فيها بهجوية سوحا كوجو أيو أعناق المطايا دابدوين كاللقمه ذا كدالة يكوجو أيو ما بس قاري كران ولا شيء فهل يمكن صورة متى أن يقول الترمذي حدثنا يحيى بن سعيد الأنساري إنه كلا ثم كلا ثم العجب على العجب عجب في عدد دول سارة وحكمه أنه قال إنه الشيخ كما يظهر من تصريح الحافظ في التلخيص ولم يصرح الحافظ في التلخيص ما بكو عدين بأن الأنساري هذا هو يحيى بن سعيد الأنساري إنه ولا يظهر هذا من كلامه حافظ هذا الكيسنا ما بكم مقنع هذا كان البتة قلنا وقد وقع الشيخ سوحكود عليه هو يسوي في هذا في مغلدة أخرى والأصل وحيه أن الرجل إذا تكلم في غير فنه يأتي بمثل هذه العجائب دي فنه سفني عن هين وكورمه عجائب تانو وكلا وكدعاه مركب الجدد وسلاسه مربه هذا الشيخ يراه حدثنا الأنساري وحول جدا إسحاق ابن موسى الأنساري الثقة المتقن قال أنساري قاسوحوري حدثنا معن بن عيسى المدني الثقة ثبت قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة المدني الثقة المتقن الحجة إمام دار الهجرة رأس المتقنين ذلك حديث كالسوغي مدح وكبير المثبتين تقدم ترجمته في المقدمة قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد بن جمل البغلاني ثقة الحجة عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة سابق في الإسناد عن سهيل بن أبي صالح المدني صدوق أنه أهانجر الشيخ كتبته هرانا أنكسو قادني مدني الصدوق تغير حفظه بآخره روى له البخاري مقرونا بغيره أولجه وغير كيس اللحري ويتعليقا هي حديث معلق ومقوري من السادسة من الطبقة السادقة الطبقة السادسة له كجرة الطبقة السادسة حافظك وحو استعمالها اصطلاحات الذين عاصروا صغار التابعين وتابعين يرير دتك كزمن نقضي ولم يثبت لهم إلقاء واحد من الصحابة قف صحابة كم إذا أنا لك من كواسو استعمالها شيخ الطبقة السادسة مركولين والذين عاصروا صغار التابعين تابعين يريراي دتك كزمن أهايو وسوكاري ولم يثبت لهم لقاء واحد من الصحابة هل قف صحابيا أن لك من كواسا وحال حافظك استعمالها من الطبقة السادسة علماء ساليرا الطبقة اسكول جرت الطبقة السادسة كواسا ليرا الله استعماله مركز الطبقة سكو جري ولجه هذا الشيخ مات في خلافة المنصور مدحوينه منصور الذي جري خلافته سيكون انت كذا في التقريب ساس التقريب كدحيس وكير قلت قال الذهبي في الميزان وقال غيره أي غير ابن المعين وحوير إنما أخذ عنه مالك قبل التغير إمام مالك شيخان وحو حديثك كقاتي انتو سن عقل يسو اسبدلين شيخ وقال الحاكم روى له مسلم الكثير وأكثرها أحاديث انتو بدنا وحاكمك روى له مسلم الكثير وأكثرها أحاديث مسلم وكورينا في الشواهد وبدنتها شواهد أصوش ما انتهى
عن سهيل بن أبي صالح المدني الصدوق عن أبيه أبي صالح ذكوان الزيات شيخ الله يقول ذكوان الزيات كما صرح به الترمذي في هذا الباب وسبع عبدين دون سنوشي دون. قال الحافظ في التقريب ذكوان أبو صالح السمان الزيات نوال الراء المدني ثقة ثبت الحافظ والله بدأ بالنسبة والله يقان سمان كتبت هرانا وكسوق هذا الجرين لأنه كان يجلب الزيت إلى الكوفة من الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة أيو يسوون الشيخ وكجرا مات سنة بقول يكودي أيو الشيخ وكيريوديو يسوون. ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحير أبو هريرة قال رسول الله رسولك الله وحير صلى الله وسلم وبارك عليه. مركز تنبيهنا فإذا عصبوا كاغدق فإذا تنبيه كاغسن تنبيه اعلموا أن أبا صالح والد سهيل هذا هو أبو صالح السمان شيخ حسن لقلجه واسمه ذكوان وهذا ظاهر لمن له أدنى مناسبة بفن الحديث قف كيف أن الحديث مناسبة يركله شيخنا لولجه وقد صرح به الترمذي في هذا الباب. الترمذي هو باب كانوا عدين دونه وقد وقع صاحب الديب الشدق وحكون عيها هنا في مغلدة عظيمة قفوين فظن وحكم لي أن أبا صالح والد سهيل هذا هو أبو صالح الذي اسمه ميناء. أبو صالح الذي هجروا أملي مقع ميناء حيث قال مال وير قوله ترمذي هذا الكوير عن أبيه مولى الضباعة لين الحديث من الطبقة الثالثة واسمه ميناء بكسر الميم انتهى مرأها الشيخ ميناء الذي هجر. والعجب كل العجب أنه كيف وقع في هذه المقلدة مع أن الترمذي قد صرح في هذا الباب بأن أبا صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه الذكوان أصاب الترمذي وعدين دون سيمرك خطأ وقل عيور. ثم حكم الترمذي وحكم بأن هذا الحديث حسن صحيح فكيف ظن سوء علينا أن أبا صالح والد سهيل هو أبو صالح الذي اسمه مينا وهو لين الحديث نوم أنا ضعيف الحديث شيخنا الحديث حكم الدونا إنه الحديث وياه حسن صحيح marka haduu ninkan meenihi daciif ka noqon laha xadiisku daciif ka dhigi lahaa sheekh risaas laga lama jeedo عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة وحير قال رسول الله رسولك عليه وحير صلى الله وسلم وبارك عليه إذا توضأ العبد أضونك هدوه سقاته أضونك سؤال مسلم كأه أو العبد المؤمن وشك من الراوي إنه النبي يقول صلى الله عليه وسلم العبد المسلم أدوه سقاته أما العبد المؤمن هذا شك من الراوي شرحك إشارة ماشي وراوي شك يمدن. إذا توضأ العبد المسلم أضونك مسلم كهدوه سقاته أو المؤمن أو العبد المؤمن أما أضونك مؤمن كهدوه سقاته فغسل وجهه أضونك مسلم كاه وجهه سأورقه فغسل وجهه من عطف التفسير هو وإذا توضأ ذاس أي الله فسر شرح وكو إشاري عطف على توضأ عطف التفسير ومركا توسقات كان لقلما جيدو التوضؤ اللغوي إن لقلما جيدو كي شرعي هاي لقلما جيدو فغسل وجهه سأورقه خرجت من وجهه أدونكاس مؤمن كاهو وسقاتي وجهي سوحا كبحة كل خطيئة قف كستا يدنب كستا أي وجهي سكبحة خطيئة سو نظر إليها بعينيه لبديس إنراد وكفيري وحكو الباء إلهي سبحانه وتعالى عرق لنا ودنبئة ولبديس إنراد وكفيري وبحا يدنب قاس أدوب وجهي قدقه مع الماء بيها معي أي مع انفصال الماء بيها سوعمدودا معيقودا أي خدي أذا كستاه إلا بح أو مثلا مع آخر قدر الماء بيها دبعدا وقدم بيس معيقودا أي دنبقاس لبحي أو راعي وشك من الراوي تنه راوي شكي أو نحو هذا أما هذا كان هذا اللمذة والنبي يقول صلى الله عليه وسلم مع آخر قدر الماء أو نحو هذا الكلام والنبي يقول صلى الله وسلم وبارك عليه. marka walajeedadu waxa weeye adoonka markuu weyse qaadanayo wajiga markuu dhaqo wixii labadiisa indhood oo ku fiiriyay oo dambi ahaayo dhan biyahaas raacayaan dibacda ugu dambaysa wixii xibintaas indhaha ah dambiga lagu galay oo dhan
dhibacdaas ugu dambaysa ay raacayaan biyaha waidaa qasala yadayhi labadiisa gacmood addoonku hadduu dhaqana kharajat min yadayhi labadiisa gacmood waxaa ka baxa kullu khadi'at gef kasta khadi'adaasoo badashathaa yadaahu labadiisa gacmood ay qabteen macal maa'i la bixi khadi'adaas dembi kastoo gacmihiisa uu ku sameeyey biyahaasi raacayaan ow maca aakhiri qadri ilmaa ama wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam biyaha dhibacdaas ugu dambaysa micigeeda ayaa dembigii gacmaha uu ku sameeyey uu la baxahay xataa intii ayaa dembigaasi biyahaas micigooda la bixi yakhruja addoonku uu baxo naqiyan xaaluhi asagoo saafi ah min addunuub isagoo dunuub oo dhanba markaas ka saafi noqday xadiiskaas marka wuxuu caddaynaa oo nabigu noogu sheegay sala allahu calayhi wasalam fadliga weysaqaadka uu leeyahay oo fadliga weysaqaadka uu leeyahay waxaa weeye in ilaahay kugu dahirayo wejiga markii aad dhaqdid wixii indhaha aad ku fiirisay oo dhan biyahaasi raacaya dembigaas gacmaha haddii aad dhaqdid sidaas oo kale wixii gacmaha lagu sameeyey oo dhan dembigaas saasay ku raacaya wahaluma jar sidaas ku wad xubnaha kalena waa sidaas oo kale lugaha marka la dhaqayo wixii lugihii sidaas oo kale dembi ah lagu sameeyey ayaa markaasoo dembi ah ayaa biyuhu ay dembigu biyahaas ugu dambeeya ay raacayaan marka waxaa weeye weysaqaadka iyo dahaarada ilaahay wuu jecel yahay sidaasaana dembi dhaaf loogu heli ina allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu almutadahiriin ilaahay wuu jecel yahay kuwa toobadkeena iyo kuwa dahaarada ku dadaala ilaahay waa jecel yahay marka inuu ilaahay jecel yahay darteed waa midda ilaahay uu ugu dembi dhaafayo addoonka dahaaradaas ku dadaala marka waxaan la dhaafayo maxay yihiin dembiyadan lagu dhaafayo weysaqaadka maxay yihiin maxaa lagala jeedaa haddee dembiyadaas marka lagu dhaafayo ulajeeddada laga leeyahay sida imaamu nawowi raximahu llahu tacaala iyo kayrkiisa ibnulcarabi isaguna kitaabkiisa caaridada uu ku caddeeyey waxa weeye waa dembiyada saqaa'irta ah ee dembiyada waaweyn weysaqaadka laguma dhaafayee kuwa yaryarka ah ayaa lagala jeedaa hoos dambena wuu kaaga ishaaray shaarixu oo wuxuu ku leeyahay qaala ibnulcarabi fi lcaarida ibnulcarabi kitaabkiisa caaridada waa caaridat alaxwadi sharxi tirmidi waa kitaab daawacanoo tirmidiga uu ku sharxay qaala ibnulcarabi fi lcaarida wuxuu ku yidhi alkhadaaya almaxkuumu bimakfiratiha hiya sagaa'iru duuna alkabaa'iri yacni dembiyada lagu dhaafayo weysaqaadka waxaa lagala jeedaa dembiyada yaryarka ah dembiyadii waaweynaay iyo xuquuqdii bini aadamka aad ka gashay kuwaasi waxay u baahan yihiin toobadkeen gooni ah inaad ilaahay subxaanahu watacaala weydiisato fadligiisa oo ilaahay u toobad keento kuwaas ma lagugu dhaafayo xuquuqdii bini aadamkana waa la mid weyse laguma dhaafayo haddaad tidhaahid dee gacmahan nabigu wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam gacmaha marka la dhaqayo wixii dembigii gacmaha lagu qabtay oo dhan inay biyaha raacayaan oo tiraa waxbaan soo xadaye dembigii tuugannimada iyo wixii aan soo xaday oo dhan weysaqaadkaa iga dhaqay gacmahaas ay la raaceen suurtagal ma noqonayso wixii xuquuq bini aadamku waa inaad iska celiso dembiyada waaweyn ee kabaa'irta waa inaad ilaahay uga toobad keento laakiin xadiiskan waxaa lagala jeedaa dembiyada saqaa'irtaa kuwa weysaqaadka lagu dhaafay الخطايا المحكوم بمغفرتها هي الصغائر دون الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر شرط النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدنبية وين لقفوا قادوا فإذا كانت صلاة هديتها مقرونة بالوضوء ويسقاد إذا للحريري لا تكفر الكبائر هذه الصلاة دي الدنبية وين أيسن دافين فانفراد الوضوء بالتقصير عن ذلك أحرى إنه ويسقاد كتاس كقابيه أيا كسيها بوناش بدن قال ابن العربي وحول هذا التكفير رافدان إنما هو للذنوب المتعلقة بحقوق الله تعالى ولبوا ذنوب حقوق الإله كتعلق له وأما المتعلقة بحقوق الآدميين فإنما يقع النظر فيها بالمقاسة تصبح يكون قصاص مع الحسنات والسيئات اللي اسكو قصاصه وهدي هذا الدنيا هذا حقوق دي اسكعلن حسنات كان اللي اسكو قصاصي مركاسه وسي حسنات اللي اسكو قصاصي وحي أجر يا خير يا حسنات اللي هذا يا قيامها للسيناو qofkii aad dulmis salaadaadii iyo soomkaagii xajkaagii iyo wardigaagii iyo quraan akhriskaagii ayaa la siinayaa haddaadan adduunyada aadan markaa qofka xuquuqdiisii aadan dib ugu celin marka culimada hadalka
كان ابن العربي وعارضة كعديي مثل لمده شرح النووي يسوون شرح مسلم كا يسوون أساسه كلو كعديي ووسقاتك وحلو رافيه والدنبية الصغائر كا إذا النعمة وينبو إذا نفتي هذا النعمة وينبو أرك الدنبية الصغائر تا وهو يلا قال شيء ذا وحلو رافيه وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بدشتها يداه مع الماء أو مع آخر قدر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أبو عيسى الترمذي وحيري هذا حديث كنيه حديث حسن صحيح ومركا اصطلاحها حسن صحيحنا وتنصى مرني ولجيدة لقليه علماء آراء فربضا إن يكون كلا فسرين واتينا أن قادني مركا دنبي رأيي حافظ ابن حجر العسقلاني واتي أن قادني هذه الطريقه هل طريق هذا حديث كاسكو يمد أو طريق لباد وسنكو إيمانين وشك من الترمذي مركا الشك كي يمده وحاشر مدو وكحد في أريج الشك تسني حسن أو أمس صحيح وتردد مركا وتردد سنة حديث كهذا مركا الطرق بدن ليه هنا حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر وهذا الكحافظ وكفسر استجان ومعقول سن رأي بدن علماء يكفسرين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث صحيح ويهبه أخرجه مسلم في صحيحه حديث مسلم أياب الصحيح سكسو صاري وتقدم في المقدمة حد الحسن وحد الصحيح مفصلا وهو حديث كني حديث مالك أيالو يقن وحديث مالك مشهور كويه إلى مالك أوري وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وحديث سنة كاس عن كسر مرني حديث كاس مشهور كويه وحديث مالك عن سهيل وكوري عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح يروى مركا قفك اللي قالت يدو يمجي عيسى إنه شيخ النفسره وكتاب كان ترمذي ميزة هي خصائص وجد وين هي كتبتك لو حاكمده إنه شيخ وحديث كدرجة ديس غالبا وكوشي جاي حديث كستو شيخه غالبا درجة ديس بعض الحديث وأرك الدونا وكأمسي حديث غير وكأمسنا وأرك الدونا لكن غالبا حديث كستو وريه درجة ديس وكوشي وحوك له كوشي رواد غريب كهو كل حجرة يكون كنيادة بس وكوشي وكو توضيحنا مقعده غالبا ايضا سيده غالب كو كوشي وحو كلو انت بدن وشيخ ميزديسا كميده كتاب كان وحو ان بدن وشيخ كفائديستي علم رجالك iyo xadiiska intiisa badanba imaam al-bukhari rahimahullahu ta'ala hadalladii imaam al-bukhari uu faa'iideeyana uu ku soo dhex daray kitaabkiisa wuxuu kale kitaabkan miisa uu ku fiican yahay madaahibta xadiiska siday u kala fasireen uu ku sheegay sheekh وأبو صالح والد سهيل والد كيسئة هو أبو صالح السمان ويقال الزيات كما مر في الشرح سي شرح عن كسو مرني سمان نواليرا زيات نواليرا أريق السمان إيا الزيات نوال اسكو معنى دوين والنسبة شيخ الله نسبين سليدة هذه السمان ليرانا مأخوذ من السمن السبق على الصوغات هذه الزيات ليرانا مأخوذ من الزيت marka labadaba sheekhu waa ka ganacsan jir samaan dileerana suuq ka ganacsan jir zayaat dileerana saliidu sheekhu ka ganacsan jir huwa abu salih as-samman wasmuhu abu salih asmagi ciisana dakwan wana halka magaco lixda kitaab ku jira dakwan magacaas kaligiisa laga yiraahdo sheekh magac kale ma jiro laysa fi al-kutub as-sittati man ismuhu dakwan illa hadha ash-shaykh روح مقعيسة دكوان ليرا لحظة كتابكم مجرد إلا وحل يري شيخان بس الله قارك واسمه ذكوان كان يوحى كلو جرة هل شيخه كلا أو كن يديس ليرا أبو عمرو كان وحل يرى أبو صالح كاسن وحل يرى أبو عمرو مولى عائشة
وأضنك عايشة هاجر labadaas bisaa ka jirto wax dakwaan leeyahay sheekhan hadda tirmidigu noo sheegayo iyo abu amrin mawla aisha al-madani athiqatu bis labadaas ka jirto wasmu sheekhan magaciisa dakwaan wa abu hurayra oo xadiiska wariyo nabiga ka wariyana sallallahu alayhi wasallam ikhtalafu fi ismihi culimada muhaddisiintu magaciisa isku khilaafeen abu hurayra magaciisa ila abu hurayra waa kunyo waaye marka magaciisa culimada way isku khilaafeen walidaalika isagu imaam nawawi raximahullahu ta'ala wuxuu gaarsiyaa 30 qowla ku jira imaam nawawi sharh muslimka saddan qowl alla isku khilaaf abu hurayra magaciisa isagu sheekhu waa soo gaabi doona wa abu hurayra ikhtalafu fi ismihi faqalu abdu shams wa huwa ismun fi al-jahiliyyah qabla islamihi wa magaciisa intuusan soo islaamin abdu shams وقالوا عبد الله بن عمرو والي صار والديه جلال مقعيس وهكذا قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري وكوضا والبخاري أصله ساسو بالدورت عبد الله بن عمرو إن لديه جلال أبو هريرة مقعيس وأبو هريرة اختلفوا في اسمه فقالوا عبد شمس وغيره وقالوا حكى ليره عبد الله بن عمرو وهكذا سداسو عبد الله بن عمرو أي قال محمد بن إسماعيل البخاري بخاري نساسو الصغيري أو حير مقعيس وحال عبد الله بن عمرو وهذا الصح وركان بخاري ويري عبد الله بن عمرو الصح وساسو أصو رجح الشيخ تنا راجح ويري أو الصحن ساسو رجح لكن النووي رجح أنه عبد الرحمن بن الصخر من بين 30 قولا لكن سيدة ترمذي رجح سكب بدلا يا إمام النووي رجح النووي سوح رجحي صدًا قول انتو شيغي عبد الرحمن بن الصخر أي راجح عبد الرحمن بن الصخر ساسو يسوي رجحاو مركا هذا الدير خلاف غيرنا شرح وكاغن الشيخ وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهذا الصح كان أيان الصح نبضا قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب عن عثمان وثوبان والسنابحي وعمرو بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو قال الترمذي وفي الباب حديث مروي عن عثمان باب كان وحكوس أروري باب كيه باب فضل الطهور إن الله طهارة قاتو درجة فضل إلى ذا حديث حكوس أروري عثمان لقوري عثمان بن عفان هذا يسوي حديث كان أصوشة محكوري أبو هريرة وها عثمان والقوري سجن وعثمان سوي الشيخين والصوصاري وفي الباب إذا خلاصة ديسة وحقاد وجود ذلك وفي الباب إنه تخريجيه شرحا هذا أنك عنده كهينو مبارك فورية آد وجود ذلك أنت أود ديسة أصح حديث ودل استاجي هوسك الراعو وفي الباب عن عثمان إيه وعن ثوبان إيه وعن السنابحي سجن والقوري إيه وعمرو بن عبسة وحديث مسلم يا النسائي إيه وسلمان الفارسي وحديث إمام أحمد وصوصار إيه وعبد الله بن عمرو بن العاص ابن ماجه أسجن صوصار كل مركز إسقى هوس كايشة دتك صوصار إلا سو أنت أسوق قابصدي إمام الترمذي وفي الباب مركو كليه هاي سحابي قوري بس وكوشة لكن سنة كيس مش جاي سنة كيس مش جايو يماشي حديث كان يعد صوصارتي هي الدرجة دي سبب مش جاي هذا هو إسقى سوق باب بس الترمذي أنت أسوق قابص لكن هدي اللي يقرأ وفي الباب عن عثمان حديث كعثمان يا وريي درجة دي سوسة أنت لا اكتهاي ومدة باردة وباهم وأنا مدة هذا كتاب كي المالو يتسوق هذا شنت مجلد لقى قريب وعن عثمان هدي اللي يري عثمان كاس حديث كيا كوري سنة كيس آو حقيل الوصل صاري كتاب كيسو صاري آو كل وهكذا وثوبان والسنابيح حساس مركز هوس فيري هوس أنك آخرين مركز تنواسيدا هوس كآخرس تصالان هذا كقاضنا مشان أما حديث عثمان فأخرجه الشيخان وبخاري مسلم صار باللفظ لفظ وحي كسو صار هذا باللفظ شارح مركو كليه هي مر والباب وحن اوغانينا وفي الباب هذو ترمذي كيراهو لفظ هذا حديث ابو هريره ان كسو مرني iyo وفي الباب اذا الصحابه ka dambeysay xadiiska ay warin doonaan isku lafdi inay noqdaan shardi ma marna isku lafdi noqdaan marna waa kala duwanaa karaan mid kale inay isku darajo noqdaan shardi ma way kala darajo sareyn karaan isku darajo noqon karaan way kala darajo hooseyn karaan marka mar walba ha ku xukumin wa fil baabi marka aragtid
حديثكي ترمذي ونوصو صاري وسند كيس ونوشة شيء إيه وفي الباب دنا اسكو درجة وانا اسكو ألفاظ ورجها آمين تاس وخلت إن آمين تاس إن اسكو ألفاظ يهين إن اسكو درجة يهين آمين وإنه غنكران اسكو ألفاظ اسكو درجنا وإنه غنكران وانا كلا دونا كران تاس في هذا أما حديث عثمان فأخرجه الشيخان باللفظ لفظ كان يكفص صار فيه لفظ عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء قفك انت وسقات كوناجية خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أطفاره إلى خطايات كبحان حجيه سهوستيس في ذنوبك لفظ قاس حديث عثمان. وأما حديث ثوبان فأخرجه مالك وأحمد وابن ماجه والدارمي. وأما حديث السنابحي فأخرجه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم وقالوا حمر صحيح على شرطهما ولا علة له. والسنابحي صحابي مشهور كذا في الترغيب للمنذر. وأما حديث عمرو بن عبسة فأخرجه مسلم صار. وأما حديث سلمان الفارسي فأخرجه البيهقي في شعب الإيمان باللفظ إذا توضأ العبد تحات وحكت ضادنيس عنه ذنوبه كما تحات سيؤدى ورق هذه الشجرة. قلت كان عليمه سيدي أداتان أي قف مركو وسقاته ذنوبتي أداتان لفظ سؤها لفظ سلمان الفارسي. وأما حديث عبد الله بن عمرو فلم أقف عليه ما أنا أغانيكاس قرن ما يعد صارتي وشارحه كقابصه. وفي الباب وحكلوا بابك كسغان عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوى المذكورين. وفي الباب ذي واسيس مرك قارب باب التحديد معه مرك قارب وفي الباب إيسان حددنين والله يابا إنه تصال الشيخ كايس وقاتيه صحابة بدن أي حديث كان أي وريه. وفي الباب عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوى المذكورين ذكر أحاديثهم المنذري حافظ المنذري يكون في الترغيب والترهيب والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد وكشا وركسلاسو. وفي الباب عن عثمان وثوبان والسنابحي وعمرو بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو بن العاص. قال الترمذي رحمه الله تعالى والسنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ماشان وحبا كم نسقا نسقين كنوض طبعا ساسي بديهن لكن سقطت من هنا عبارة وأنا عبارة مهمة عبارة داس ماشان عبارة كم عبارة داس إن شرح النوغر دقها شرح أي النوغر دقها مركز شرحا كآخرين عبارة ماشي كم والسنابحي سنابحي هذا وكان الذي كاسو رواه هو الذي قاس عن النبي كوري صلى الله عليه وسلم في فضل الظهور ظهر قال شذا فضل جيدا النبي كوري صلى الله عليه وسلم هو سنابحي قاسي عبد الله السنابحي أيا الليرا عبارة سمشكا كم مغمر سنابحي كان حديث كان ظهر فضل جيدا نوش والنبي كوري صلى الله عليه وسلم وعبد الله السنابحي ومثل كان هذا وفي الباب إنه وجر السنابحي وفي الباب عن عثمان وثوبان والسنابحي قاس عبد الله يعني عبد الله السنابحي. هذه العبارات ليست في النسخ المطبوعة نسعود كالنوت طبعا عبارة كمسؤولة إنما هي في بعض النسخ القلمية الصحيحة نسخين قلم كاللغة الصح يقول أنت. وحديث عبد الله السنابحي هذا أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض أولق خرجت خطاياه من فيه بنبتي سورة أفكي كبحان الحديث. والسنابحي مركز كبعدي هل كاس كسي ولا مركز. والسنابحي سنابحي الذي سنابحي قاسو رواه عن أبي بكر وحكورية أبي بكر كاسو الصديق رمضانها ليس له سنابحي قاسي سماع مقل مله من النبي إنه حديث كم مقلي مله صلى الله عليه وسلم بل هو تابعي ولا كذا. فأراد أن يفرق بين السنابحي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنابحي الذي يروي عن أبي بكر. لبدا سنابحي روى إنه كوكا لساره سنابحي نبي وحكا قاتي صلى الله عليه وسلم إيه سنابحي النبي سوق قارن لكن أرضي أبو بكر أهاجر لا سره شيخ نكوك الفرقي مركز وحكوا يروى السنابحي الذي سنابحي قاس روى عن أبي بكر الصديق وحكوري ليس له سنابحي قاس سماع من النبي ماله صلى الله عليه وسلم النبي وحكى بل هو تابعي ولا كذا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاس هو تابعي واسمه متكان أبي بكر كوحكورية وتابعي قام مجي عيسى وحليله عبد الرحمن بن عصيلة كي هرنا النبي وحكوري جرنا صلى الله عليه وسلم عبد الله فافترقا
رساسه كلا بحيا ويكنا متكن تابعي أبو بكر وحكوري وحلقوا كنيا أبا عبد الله كان كنيدي سوى حالي أبا عبد الله رحل نكن تابعي تلميذك أبو بكر وحو الصفري أو أررتي إلى النبي إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إنه نبي سو أركو والصفر أسوق عليه وإن كان تابعي فقبض النبي نبي الله قبضه صلى الله عليه وسلم والحال هو سنابحي قاسي وتابعي في الطريق وكسوية marka ninkan waa nin qisadiisu sidaas tahay sunaabixigan oo taabiiciga oo sayyidina Abu Bakar wax ka wariya nabigu u soo safray inuu arko sallallahu alayhi wasallam faqubida an-nabiy wa huwa fi at-tariq marka kuma soo gaarin nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ninkan taabiciga asoo dariiqi jiro oo dariiqi marayo wali magaalada Madiina aan soo gelin ayaa nabigeena la qibdooday sallallahu alayhi wasallam baraka alayhi saasu marka taabici uu ku noqday wax yar uu ku gafay وحير إنه صحابي شرفت صحابي نبدأ إنه قال هي شرف فضيلة رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير وكف وقد روان من كان تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكوري أحاديث أي كوري لكنها بالإرسال لكن حديث سيقورنا النبي ما دام تابعي وحكورنا بطريق الإرسال حديث اسمحين نقنه مرسل ninkan taabiiciga oo nabiga aan arkin sallallahu alayhi wasallam mararka qaar wuxuu yiraahdaa qaala rasuulullah markaas maxaa la dhahaynaa waa mursalan dhahaynaa bitariiq al-irsal ma dhahaynaa waa xadiis marfuuc muttasil ma dhahaynaa markaas waqad rawaa ninkan taabiiciga عن النبي wuxuu ka wariyay sallallahu sallam mubaaraka alayhi wuxuu uga wariyay أحاديث ونبي كوري صلى الله عليه وسلم أي بالإرسال لأنه تابعي إرسال وقول لأنه تابعي وحكى له روا سنابحي سدحات أجرة سنابحي سدحات أي أجرة والسنابح ابن الأعصر الأحمسي قبيل كيس اللونس بهير أحمس صاحب النبي نبي صاحب كيس أهاي صلى الله عليه وسلم يقال له إسقنا وحل ليرا السنابحي أيضا ومثل سدحات أجرة هذا مركي ورا الله النص الشيء وحاجروا كلية هذا الشيخ ننكر أوك وليرا السنابح ابن الأعصر الأحمسي صاحب النبي نبي صاحب كيسها صلى الله عليه وسلم والصحابي يقال له نكاس سجن السنابحي أيضا سجن السنابحي ليرا وإنما حديثه نكان أحمسي سنابح ابن الأعصر الأحمسي حديث كيسو وحوها قال إنه يري سنابحي قاسي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال مغلي يقول حال إليه رسولك صلى الله عليه وسلم إني مكاثر وحن إذن كبدين دلب دونا بكم أدينك أمضها كله أيان روائنا إذن كوفانو ومد إذا بدن أنيرا معنى حديث رسول إني مكاثر وحن إذن كبدين فاني دونا إذن كبدين فاني دونا بكم أدينك إذن كوفاني دونا أو حنجعلها يمدد أمضها كلا إن كبرتان فبسبب ذلك تاس سببته فلا تقتتلون هيس لايننا أو هيس دليننا بعد يعني كذا شيء لأنه أمضى دلك كو يرانيس ماشي أنا وحكب حي فرحدي أن كفر حي يمدد إني بدت مدد إني ترنته أو بدته قصة كيجي يا ماشي كب حي هذا صلى الله عليه وسلم مرك حديث كاس منك وريي وحاليرا سنابح ابن الأعصر الأحمسي كي حديث كي فضل الظهور ورينا فضل الظهور كي وري حديث كي سنة عبد الله السنابحي سدح سنابحي وهي مركا كلا باروك يا شيخ سدح سنابحي ساسو كلا سارو وإنما حديثه إن كان سنابح ابن الأعصر حديث كي سوحوها قال إنه يري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر وحن بدي أنو إذن كوغو فاني بكم إذنك الأمم ومديه ينبدين إذن كوغو فاني فلا تقتلون بعدي قداش إذا هيسليننا وهيسدلننا رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح إنك سو شيخ الدرجة دي سنو شيخين وانا حديث صحيح أحمد ابن ماجه أي حديث كان سو صار قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب ما جاء مفتاح الصلاة الظهور
باب ما حديث يؤبى به حديث كاسو جاء كيمد مفتاح صلاة صلاة فرهد الظهور طهر قاد الشم حديث كاس أيؤبى به وحي كيمد باب ما حديث يؤبى به حديث كاسو جاء كيمد مفتاح صلاة فرهد الظهور طهر قاد الشم والنبي صلى الله وسلم وبارك عليه wuxuu ka dhigay dahaara qaadashada miftaax furu salaada uga dhigay waana majaaz ku jira isticaara ah لأن الحدث مانع من الصلاة لأنه قفك هدوسا ويسقبن وحدث وكجره قنفلا صار ماشي النبي تشبيها كوض صلى الله عليه وسلم قفك هدوسا ويسقبن وحدث وسارين ما حي لمتى هي قف صلاة دي كقنفلا وحرين قنفلكاس marka salaada ka saaran muxuu isaga furi karaa tahaarada saas marka tahaarada muxuu ugu tilmaamay furihi marka waa tashbiih ajiiba waxayna kamid tahay balaaqada iyo fasaaxada nabigeena sallallahu alayhi wasallam baraka alayhi fasaaxada nabigeena la gaari karin sallallahu alayhi wasallam ay kamid xadadkii nabigu wuxuu ka dhigay qunful qofka saaran qunfulkaas muxuu isaga furi karaa tahaaradii oo laga dhigay مفتاح لا قدر مركز النبي صلى الله عليه وسلم وشبه قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري الكوفي الثقة السابق في الإسناد وقتيبة بن سعيد بن جبل البغلاني ثقة الحجة محمد بن غيلان المروزي الثقة قالوا سدح ذا الشيخ واسكو قبتيه وسدح ذا الشيخ وحي راهين حدثنا وكيع بن الجراح بن المليح الكوفي الثقة عن سفيان كتبتي هوران كسو براني وكيع هدي شيخي سفيان لو إطلاقه إن لولا جيدو ثوري وانا قاعدة انس بالدليل سياسا كسو عجرني كتبتي هوران وشارحنا وكو برارجين هو الثوري سفيان كان دوحا لولا جيدا سفيان الثوري وانا قاعدة انس بالدليل جرنبو وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد وإمام حجة من رؤوس الطبقة السابقة طبقة السابعة كجرا طبقة السابقة الشيخ يسوي يقانا من السابعة اصطلاح حافظك واستعماله ويه وكبار أتباع التابعين أتباع التابعين تكوي وقويناو حق علوي سنتك كوي وقويناو كبار أتباع التابعين كمالك وسفيان الثوري مالك وسفيان الثوري طبقة اسكولجر طبقة السابعة وربما دلس وكان ربما دلس قالوا والله تدليس إنه سنة مات سنة بقول اللحظة يكون 61 أو 100 مولده سنة 77 كذا في التقريب ساس التقريب كسبنا حدثنا وكيع عن سفيان حاء هذا ماشي الحاء اللي سوق لي الحاء والتأويل لأنه حوي والشيخ كله والترمذي وحكورنا أو التحويل اللي سوق لي حاء وسوق شرنا تقدير حاء قال أبو الترمذي قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن بشار وبندار ثقة حجة وبصري والمدي بصري انتو كجرا حافظ ثقة حجة اوس كاغا دلدلها تاريخ انه هلكا كدالو لقبه بندار علماء سوبر جرن بندار بضم الموحدة وسكون النون قال الذهبي في تذكرة الحفاظ بندار الحافظ الكبير الإمام محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري والنساج كان عالما بحديث البصرة متقنا مجودا لم يرحل وللسفر أمجل المال برا لأجل بر بأمه ويدس بر جيد إلى لنا ينبار النور ثم ارتحل بعدها بعد موتها مركي هو يدس لما تيك بعد ورحل قال سمع وحي وحكى المعتمر بن سليمان وغندر ويحيى بن سعيد وطبقتهم حدث عنه سجن وحكوري الجماعة وخلق كثير قال أبو حاتم صدوق وقال العجلي ثقة كثير الحديث حائك قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد حكوري له وسجن حدثنا إمام أهل زمانه في العلم والأخبار محمد البشار قال الذهبي لا عبرة بقول من ضعفه هذا ضعيف عبرة ما توفي سنة الله بقول كنت يلا بدي سنة 52 و200 انتهى شيء خاص وحدثنا محمد بن بشار وبصري ثقة حافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بصرية ثقة حافظ بصري ثقة حافظ عبد الرحمن المهدي مر القاعدة كسعجرنا قال حدثنا سفيان هذا سفيان كالسابق في الإسناد أوغو سفيان الثوري على قول كذا وركا هوس من التاريخ دير بدك حدثنا عبد الرحمن هوس وكان يحج كل سنة وكسو ختم تاريخ دير بعد سنة كستوى حجي جلال عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل مدني صدوق في حديثه اللين
أحكام تحافظ كان كقادنين مدني صدوق في حديثه لين ومدني صدوق حديث سنة ضعف يا كجر عن محمد بن الحنفية محمد بن حنفية ابن علي بن أبي طالب مدني ثقة عن علي سيدنا علي عن النبي صلى الله وسلم وبارك قال رسولك نوح صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الظهور صلاة فرهد والظهار قاد الشو أكحر أنت هاي صلاة أنت هذا الظهار قاد قنفل وين وشرعيها كسارا عليك قفل كبير شرعي قبل الوضوء أنت هذا الظهار قاد ويستقادا قنفل وين وشرعيه أيها كسارا مفتاح الصلاة الظهور بضم ويفتح وكلو الله كرر عداء والمراد به المصدر وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الظهور مفتاحا مجازا لأن الحدث مانع من الصلاة فالحدث كالقفل موضوع للدجي على المحدث حتى إذا توضأ انحل الغلق مركز قنفلك كفرما وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة نبي قال ما هنعد كالوساس أود صلى الله عليه وسلم وكذلك مفتاح الجنة الصلاة حديث كاسنا ولمد لأن أبواب الجنة مغلقة يفتحها وحافرك الضاعات وركن الضاعات ضاعات كان وحا ركن الصلاة قاله ابن العربي وهذا الكويري ابن العربي العارض كويري قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم مفتاح الصلاة الظهور وتحريمها صلاة حرمت ديدنا مركي كلامك يوحول بهذلك يكا حرام نقنيان التكبير تحريم كذا كحسلة الله أكبر مركاتنا تكبيرة الإحرام اللي وحكى حرام نقنيا وحيال أول حلال كو أهاجري قبل الصلاة ومن الأكل والشرب والكلام وغير ذلك إن هذا حنت إن هذا حبت خلاص وتحريمها التكبير قال المظهر وحويري سمى الدخول في الصلاة والنبي التحريم وكما قعد لأنه يحرم الأكل والشرب وغيرهما على المصلي فلا يجوز الدخول في الصلاة إلا بالتكبير مقارنا به النية وصلاة وحلو قرأ تكبير النية ليس الحريريين انتهى تحريمها صلاة وحرمت ديدو مركي وحرمها يسو التكبير تكبير تاسو تكبير الله أكبر الصلاة اللي قالوا وتحليلها صلاة لقى حلال نقشدة إذا مركز لقى حلال نقنايو عنتدي عبيدي يا هذا الكي وكو حلال نقنايو التسليم سلام نقصه مركز كسلام نقصته أي أشياء دي هو أول حرانك أهاجر أنت صلاة كجرتي أي حلال كون نقنايو سيدنا عنت وعبته إن هذا العادي يكون هذا الشيء وتحليلها التسليم قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث كان أصح شيء متك أقصح لماذا بدون شيء قاسوا في هذا كان حديث هذا كاسو الباب بابك باب ما جاء مفتاح صلاة الظهور بابك حديث كان أقصح لماذا وأحسن شيء في هذا الباب حذف من الثاني لدلالة الأول إذا ما شك وجود وأحسن شيء في هذا الباب وحديث كان هذا علماء بدنا صارتي ترمذي كلي سوما صارين شرحنا هوس وكاغا إشاري هذا الحديث أخرجه أيضا الشافعي الإمام الشافعي والبزار في مسنده وأصحاب السنن إلا النسائية وصححه الحاكم صحيح يعني وابن السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفي عن علي قال البزار لا نعلم عن علي إلا من هذا الوجه من هذا الطريق وقال أبو نعيم تفرد به حديث وحا لقون النقضي ابن عقيل أي لقون النقضي ابن عقيل كبرك محمد بن عقيل في سنة كانوا يجري علماء يحكي الشيء عبد الله بن محمد بن عقيل مدني الصدوق في حديثه لين تفرد به ابن عقيل عن ابن الحنفي وكلقون النقضي كل يساوري عن علي وقال العقيلي وحوري في إسناده لين سنة كيس ضعف فيها كجر وهو أصلح وحنا كرون يهي من حديث جابر كذا في التلخيص وقال الزيلعي في نصب الراية وحكوري قال النووي في الخلاصة خلاصة الإمام النووي كوير هو حديث حسن هو تحسيني إمام النووي رحمه الله تعالى وهو تحسيننا هي لأجل الكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل على اسم خلاف هذا البضنة كجر الشيخ مركب وحوكو يري الترمذي قال أبو عيسى الترمذي وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق درجة سوسية سو
درجة أيوسي حافظكنا ودرجة أوسي مدني الصدوق لكن حافظكم حقدر في حديثه اللين ورأسه. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه وحكو هذا الله وحكى الشيء تكلم فيه وحو استعماله وحكى الشيء وحكو هذا الله وحكى الشيء بعض أهل العلم من قبل حفظه شيخ حفظه يسدين عيسى وحكى الشيء وحق حفظه أي وحكى الشيء حق حفظه ضدك كدري وحكم ذا ابن خزيمة وحوير لا يحتج به لما حجيسان كرونك ابن حبان وحوير رديء الحفظ حفظه سوى اللي تاهر رديء الحفظ يحيى بن معين وحوير ضعيف الحديث انت صوررها حوغا ورركاسا قالين كان ابن حبان وحوير رديء الحفظ ابن خزيمة وحوير لا يحتج به يحيى بن معين وحوير ضعيف الحديث marka war weyn galay war weyn ayaa gal hoosna waa kaaga sheegay قال أبو حاتم وغيره لين الحديث وقال ابن خزيمة لا يحتج به وقال ابن حبان رديء الحفظ يجيء بالحديث على غير سننه على غير طريقه الصحيح طريقا صحيح إنه حديث كلي ماذا فوجبت وحواجب مجانبة أخباره حديث سين لقفوا هذا واجب. وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالمتين عندهم بالقوي عندهم ورجل حديثين تأكد أنه كان حكم له. وقال أبو زرعة يختلف عنه في الأسانيد وقال الفسوي في حديثه ضعف وهو صدوق كذا في الميزان وميزان الاعتدال ورجل ميزان الاعتدال والحافظ ذهب. وسمعت وحن مغلي يري الترمذي محمد بن إسماعيل البخاري ورجل ذاه مرهد محمد بن إسماعيل شاقيه وسمعت وحن كم مغلي محمد بن إسماعيل البخاري كم مغلي يقول حال لي محمد بن إسماعيل البخاري كان أحمد بن حنبل وهاجر وإسحاق بن إبراهيم المروزي الحنظلي ورجل ذاه والحميد وحي هاجر حميد عبد الله بن الزبير ورجل المكي الثقة الحافظة يحتجون علماء صورا وحجي سجرين بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل بخاري علماء سكسوغوري علماء الشيخ عن حديث كيسة مركب فهو مختلف فيه وأن المركب ليس خلاف في حديث كيسة. وسمعت وحن كما قال محمد بن إسماعيل البخاري يقول حال لي كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم المروزي الحنظلي والحميدي عبد الله بن الزبير الثقة الحافظ المكي أيان مغرب وحي هاجر يحتجون أن يحجزتان بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وبخاري محمد وحويري وبخاري وهو الشيخ ليسكوها يستو عبد الله بن محمد بن عقيل مقارب الحديث حديث كيسو ودويهي للثقات لأحاديث الثقات ودويهي مقارب إريغاس معنيه سوحوية وكلمة التعديل لا كلمة الجرح معه وكلمة أمانة مقارب الحديث ككلمة أمانة كلمة عايمة. قال محمد وحوير وهو الشيخان أو ليس خلاف سنة عبد الله بن محمد بن عقيل مقارب الحديث حديث يسوح دويهي للثقات حديث الثقات كحوغا كأقدويه بمعنى لا يرتفع إلى الصحة حديث كيسو الصحيح لما نغنكره ولا ينحد إلى الضعف ضعفنا ما هو بنا يوم الله ده حديث كيسو ضعيف مركب محين نقول حديث كيسا أعدل الأقوال أن حديثه حسن كما رجحه النووي في الخلاصة سيدي ما النووي بخلاصة وكل رجحه ويقول حديث كيسو حسن قال كعادل كامرك حديث كان ويهي حسن. قال محمد وهو مقارب الحديث هذا من ألفاظ التعديل هو سكاك شرحه لفظ التعديل. وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وفي الباب باب كم حاكس عن حديث مروي عن جابر وأبي سعيد الخدري. أما حديث جابر فأخرجه أحمد والبزار والترمذي والطبراني من حديث سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عنه أبو يحيى القتات ضعيف وحديث جابر ساسا الله ضعيف. وقال ابن عدي وحور أحاديثه عندي حسان. وقال ابن العربي وحور حديث جابر أصح شيء في هذا الباب كذا قال ساسي. وقد عكس ذلك وحا عكسي العقيلي وهو أقعد منه بهذا الفن قالنا أصاق وقوم بضل كذا في التلخيص. وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه الترمذي وابن ماجه وفي إسناده وحاكسه أبو سفيان ضريف وهو ضعيف صورة. قال الترمذي حديث علي أجود إسنادا من هذا كذا في التلخيص. حديث علي كرون حديث أصحاب ضعف قالوا شيئا وكسر أرور حديث جابر والله الضري حديث أبي سعيد الخدري والله الضري مركو حا أقرون
حديث كان ونكن كجر عبد الله بن محمد بن عقيل ترمذي ويري هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن سيأمر الله سبحانه